السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه شيقه على سبيل التذكير. احنا كنا اتكلمنا عنها في حلقه قبل كده، وبراجع في الحلقات القديمه على القناه هتلاقي حلقه كانت بتتكلم على انك ما تخلعش ضرسك ابدا الا في اسوأ الاحوال، اللي بيكون الدكتور عارفها. فانا جاي اكلمك في حلقه النهارده بقول لك يا جماعه مفيش حاجه بتعوض ضرس ربنا. يعني مش عشان خاطر الضرس وجعك وعايز تخلص من الالم ومش صابر انك انت تستحمل مع الدكتور مين ما يحشيهولك، او انك انت مش عايز تخلعه، مش عايز تحشيه عشان الحشو اغلى من الخلع والخلع ارخص. ما تسترخصش في صحتك، اديني بقول لك. لان انت لو مشاك الدكتور على دماغك وزي ما انت عايز، هتضيع وهتندم جدا على الضرس ده بعد فوات الاوان، او بعديها بفتره هتبدا في الاول انت عشان عايز تخلص من الوجع. طب ماشي هيروح. طب ما هو ايه فايده الطب السريع اتعمل ليه لو انت عايز تخلع؟ فضرس ربنا مش بيتعوض. انت في الاول تكون عايز تخلص من الالم، بعدها فتره بتبدا انك تلاقي نفسك مش عارف تاكل، تبدا تعمل تركيبات مش هتكون زي دقه السن او الضرس ربنا خلقه لك، وبتصرف عليه حاجات كتير بعدين. فانا شايف ان الدكتور اللي بيمشي بما يرضي الله، او الدكتور اللي بيراعي ضميره، يعني من غير ما عايز اقول على ان الحمد لله انا بعمل كده، بقول في العياده يعني عندي ان انا ما بحبش طالما لقيت ان الضرس اللي قدامي ينفع ان هو يتحشي والعيان مصر ان هو عايز يخلعه، بقول له لا تروح تخلعه ايه في اي مكان تاني بره. انا شايف ان الضرس ما ينفعش، لان عارف انت كده هتعمل له جريمه هو نفسه مش فاهم ابعادها. فانت عشان يكون ايه ضميرك سليم قدام ربنا. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.